ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بفيديو اسطوري اسطوري اسطوري، بس قبل ما نبتدي متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده جايين اخيرا واخيرا برجوع سلسله مهنه لاعب مع فريق موناكو الفرنسي. اخيرا هرجع السلسله بعد ما وقفناها شويه، كنا بنعمل مش عارف كاس العالم ومش عارف تشكيله ايه ومش عارف كنا بنعمل ايه وتوقعات وكده، فاخيرا بنرجع بسلسله فريق موناكو في بقى الدوري الفرنسي والكاس ودوري ابطال اوروبا. طبعا واحنا بنلعب كمهنه لاعب، وانتوا طبعا تقولوا لي انتقل لفريق ايه وكده يعني، فيلا بينا نرجع السلسله ونبتدي. اول حاجه هروح على الدوري الفرنسي، وقفنا عند الجوله ال 12 وهنقابل فريق نانت. فنانت ده اللي بيلعب فيه يعني مصطفى محمد وكده يعني. فيلا بينا نلعب ممكن جولتين او 3 جولات ونروح نلعب مباراة كده على السريع في دوري الابطال. فيلا بينا. فاهو يلا يا جماعه اهو، انا الاسم فيه اهو اللي انا بحركه اهو، وهنا وهنلعب بالتشكيله اهو، وانا هنا وانا واخد الجنسيه البرازيليه. فلو عايزين برضه العب كمهنه لاعب في البرازيل معاهم بقى، في اذا كان الكوبا امريكا او كاس العالم اي بطوله يعني، يبقى قولوا لي. يلا بينا دلوقتي نلعب مباراه نانت في الدوري الفرنسي في الجوله ال 12. فيلا 3 2 1. فاحنا يا جماعه هنعمل محاكاه للمباراه دي ونرجع لكم، فيلا نعمل لها محاكاه. مرحبا بك. انتهت المباراة يا جماعة، بس للأسف خسرنا 1-0 في مفاجأة. هما جابوا الجون بتاعهم عن طريق واحد اسمه العرابي، ولا مش عارف اسمه عرابي، ما علينا. جابوا في الدقيقة 37 واحنا للأسف معرفناش نجيب اجوان، وللأسف كده بنخسر 3 نقاط مهمين جدا هيفرقوا معانا في الدوري، وان بداية الحالة نخسر، بس ان شاء الله هنعوض. فتعالوا نشوف كده ترتيب الدوري بعد ما خسرنا للأسف 1-0 من نانت. كده للأسف بقينا في المركز الخامس، كده الدوري بيصعب فلازم نرجع لازم. ومعانا 22 نقطة، والمركز الأول طبعا ومتوقع باريس، واللي بعديه مارسيليا، واللي بعديه ليون، واللي بعديه نيس الفرنسي، وبعد كده احنا فلازم نرجع. المباراة الجاية هتكون ضد لينز الساعة 9:15 مساء، والجو كده شتوي يوم 2 نوفمبر يعني، فلازم نكسب ولا بد، حتى لو المباراة هتكون صعبة شوية، بس لازم نكسب عشان نرجع مركز رابع ثالث، نشوف ايه اللي هيحصل يعني وكده. فلازم نكسب المباراة دي، مباراة مهمة جدا في الدوري. فيلا بينا نروح نعمل لها محاكاة ونيجي لكم. طب يا جماعة دي التشكيلة اللي هنلعب بها، غيرتها كاملة. انا بلعب على الشمال اهو، وبوجبا بيلعب ناحية اليمين جنبي هناك. والمهم انا عملت التشكيلة كده، يمكن تتغير وتبقى احلى. ويلا بينا نروح المباراة ونعمل لها محاكاة في السريع. 3 2 1. هذا يكفي. انتهت المباراة وللأسف يا جماعة تعادل تاني 0-0 بدون أهداف، وده للأسف هيصعب المهمة أكتر وأكتر علينا. تعالوا نشوف بينا في المركز الكام. مش عارف ايه اللي بيحصل بصراحه في الفريق يعني. في الحالات اللي فاتت بصراحه كنا عاملين جمدان، فمش عارف ايه اللي حصل بصراحه. المستوى بتاع الفريق قل وكل ما اعمل محاكاه، فيعني مش عارف بصراحه. زي ما احنا في المركز الخامس فيه ومعانا 23 نقطة. فيلا نشوف المباراة اللي بعدها ايه، هتكون اخر مباراة قبل مباراة دوري الابطال اوروبا. فيلا بينا نشوف هنلعبها، عشان انا مش عارف كل ما اعمل محاكاة واشوف الفريق ماله واحاول اظبط كده الدنيا، تشوف يعني ايه اللي بيحصل فيه. المباراة الجاية يا جماعة
هتكون ضد فريق انا ما اعرفوش، يعني لازم نكسب ولا بد. فريق اسمه مش عارف مونوبيليا، فريق ما اعرفوش اصلا، فلازم ولا بد لازم نكسب. فيلا بينا يا جماعة قولوا لي برضه ممكن اعمل ايه في التشكيلة عشان تتغير وتبقى احلى. يعني انا عملتها كده فمش عارف بصراحة ايه الغلط فيها، وممكن اغير ايه يعني واعمل ايه. بس هغير الحاجة وهعمل ايه تاني. ممكن نرجع الحاجة زي كده. اوكي ممكن نعملها كده ونشوف نجرب يعني ايه اللي هيحصل في الفريق. فيلا بينا. والله يا جماعه انا رايي ان انا العب خط وسط اهو يا جماعه، انا هنا اهو، والعب خط وسط في النص عشان ايه اعمل مساحات كده. فيلا بينا نعمل التشكيله كده ويلا نلعب المباراه. مش هنعمل محاكاه، هنلعب عادي معاكم. فيلا بينا وان شاء الله بقى المره دي بجد لازم ولا بد نكسب. لازم. مرحبا بكم في المباراة. يبدو أن الجماهير متحمسون حقا للمباراة. ركلة البداية. هاي الكرة معايا. تمريرة بينية. لاعب جيد، واحد ضد واحد. توقع رائع. الحارس قام بعمل استثنائي. ركلة حرة. يا اتحسبت للأسف خطأ عشان بوجبا، يعني مش عارف والله. يبحثون عن خلق مساحة. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تسديدة قوية. ايوه كده الأول، ايوه كده. امال مالكم الأول؟ الله عليك حلوة كده. ايوه انا هزة طفيفة ولكن لا يزالون يسيطرون على النتيجة. لاعب جيد، واحد ضد واحد. خلي بالك. تمريرة خاطفة. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. ايوه اهي. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. ياه كان هشوف. يحمل الكرة إلى الأمام. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. حلو الباصات. اعتراض في الوقت المناسب. تكملوا يعني للأسف. ولو اتقفل يعني في أي وقت دلوقتي قبل ما الماتش يخلص أو في أي وقت يعرفوا إن أنا هنزل لكم يعني الجزء التاني. واضح تماما أنهم يحاولون الضغط على خصومهم تكتيكيا. يا له من تصد مذهل. لقد أنقذ الحارس فريقه. سيكونون سعداء بأداء الفريق في الشوط الأول. لازم يا جماعة نرجع. عندنا دوري ابطال وكاس ودوري يعني عندنا حاجات كتير جدا. لازم نفوق الفريق كده عشان الموسم وكده. نخش الشوط التاني يلا على السريع كده. الشوط الثاني أخيرا يبدأ. فقدان الاستحواذ. تمريرة خاطفة. قراءة رائعة للعب. يتوجه نحو الهدف. حلوة تم التصدي من الحارس بشكل مثير للإعجاب. تسديدة من الزاوية. فقدان الاستحواذ. ايوه انا هو يا جماعه بحاول اقطع بس الواد على طول بصامل. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. يعني فقدان الاستحواذ. رخم. يحمل الكرة إلى الأمام. تصد رائع. الله الباص. فرصة ذهبية. فرصة داخل المنطقة. يا نهار اسود ضيعها ازاي يا لاعب رائع لكن النهاية لم تكن متوقعة. يا جماعة الاسيست بجد يعني حرام عليه الصراحة في الآخر ما تحسبليش اسيست. يجري الفريق تغييرا. ده كان انفراد يا جدعان حرام. وهم ممكن يجيبوا التعادل. إرسالها بعيدا. ما يجيبوش برضه حرام يعني ان احنا نضيع فرصة دي. حاول تمريرة بينية. اعتراض في الوقت المناسب. يفشل في الاحتفاظ بالكرة.
هل دخلت؟ كانت تسديدة قوية. الفرص اللي بيضيعها دي يا جدعان ده ايه قريب ده؟ جداً. ولا بيحطها في اي مكان كده وخلاص. يطلعها بره. إعادة اللعب من الحارس. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. ها هي التمريرة. أطلق الحكم الصافرة ولدينا النتيجة النهائية. ارجع عشان اعرف كده اسجل اجوان واعمل حاجات كتير كده، فهشوف يعني اللي هيحصل. الحمد لله كسبنا 1-0 وخدنا ال3 نقط، وبقينا دلوقتي في المركز الرابع ب26 نقطة، وباريس في المركز الاول كالعادة، يعني مش حاجة اتغيرت. اوكي. والمباراة الجاية هتكون ضد فريق باريس، بس مش باريس اللي هنعرفه، الباريس التاني اللي هو في الدوري الفرنسي التاني. بس طبعا مش هنلعب المباراة دي لان احنا عندنا مباراة في دوري ابطال اوروبا. يلا بينا نروح له اهو، نرجع موناكو. واحنا في المركز الاول ب15 نقطة، يعني كنا عاملين موسم بقول لكم حلو، فمش عارف ايه اللي حصل، فربنا يستر بقى وما نجيش نهبط. احنا المركز الاول وهنقابل فريق سهل جدا، انا حتى ما اعرفش اسمه ولا الشعار بتاعه اهو يا جماعه. فريق سهل، فالمفروض نكسبه ونرجع على طول على الدوري الفرنسي بكل سهوله. فيلا بينا اهو. دوري الابطال طبعا البطوله اللي يعني طبعا نفسنا نكسبها، بس طبعا صعبه كده. وفين انا موجود اهو يا جماعه. اوكي، يعني انا لو لعبت مهاجم مش هينفع برضو كده، مش هينفع. ايوه يا جماعه كده ماشي، ممكن نلعب كده. ف 3 2 1 يلا بينا على المباراه. مباراة دوري ابطال اوروبا الجولة السادسة من مرحلة الدوري. فيلا المفروض فريق سهل ان شاء الله، ان شاء الله بكم في المباراة. على طول على هذه الدوري. مباراة الفوز الحاسمة لكلا الفريقين. ان شاء الله بقى الفيديو الجاي مش نكسب برضو ونرجع بقى نحاول نرجع للصدارة او للمركز الثاني مثلا. لسه الدوري قدامنا كتير، وكذلك دوري الابطال. المباراة جارية. الموسم ان شاء الله يبقى حلو وانتقالات. لاعب جيد، 1 ضد 1. يمررها نحو الامام. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. بتجري كل ده عشان تديها له، ده حاجة تعصب يعني. الفريق يا جماعة يبحث عن الخيارات. فينا جون، يعني حاجة بتبقى عبيطة. يسدد داخل المنطقة. يا لها من توقعات رائعة من الحارس. مر ربع الشوط وكلا الفريقين يظهران نوايا إيجابية. محاولة تمرير بينية، والكرة خلف الخط لركلة مرمى. مليمتر كان سيحدث الفرق. انا اسف بصراحة، اطلاقها طويلة. بصراحة ما تتعوضش، كان زمان دلوقتي جبت جون. مش عارف ضيعتها ازاي. تمريرة بينية يعني. قد يتمكنون حقا من ازعاجهم هنا. عاش ابعاد جيد. يدفعها للامام. يتقدم لسرقة الكرة. يحمل الكرة إلى الأمام. تمريرة نظيفة وجميلة. 1-0. أيوة كده يا جدع، المهاجم. أيوة كده 1-0 لينا. الافتتاح والتسجيل هو الأهم. تفكير بأنه لا يوجد تقدم مريح تماما في هذه اللعبة. مهارات قدم جميلة. نتوقع اي حاجه يعني. تم اطلاق الصافره. نحن ندخل استراحه الشوط الاول. نصفر نهايه الشوط الاول. يلا بينا على الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني. يدفعها للامام. يمررها نحو الامام. رأسية والهدف. فهو لا اسطوره الدنمارك واسطورتنا. لا حلوه ولسه شاب صغير هينفعنا كويس جدا في الفريق. وضربه رئيسيه بصراحه متقنه. بص عملها ازاي. لا حلوه. و2-0. على الرغم من هذه الانتكاسه لا يزالون في مقعد القياده. ايوه كده عايزين الفريق يرجع، بس مش عايزين اهداف. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. لاعب جيد، 1 ضد 1. ايوه
كان ممكن يصح والله يا جماعة. يحمل الكرة إلى الأمام. بس حلو لاعب يعني. جيد، واحد ضد واحد. تمريرة بينية جميلة.